راجل عجوز حس ان هو في اواخر ايامه فطلب ابنه يجيله، ولما جاله ابنه اداله ساعه قديمه وقال له الساعه دي انا ورثتها عن جدك وجدك ورثها عن جدودك، والساعه دي عمرها يعدي 300 سنه، وعايزك تنزل تبيعها، بس قبل ما تبيعها لازم تعرفني السعر اللي هتبيعها بيه كام. الولد نزل عند واحد بتاع ساعات، وبعد شويه رجع لابوه وقال له الراجل بتاع الساعات عرض عليا $5 وقال لي الساعه دي قديمه جدا ومحدش هيرضى يشتريها. رد الراجل عليه وقال له يا ابني الساعه دي تسوى اكتر من كده بكتير، بس انت نزلت تبيعها في المكان الغلط. انزل عند واحد بتاع انتيكات واعرض عليه الساعه هتجيب لك فلوس اكتر من كده بكتير. الولد سمع كلامه وراح عند الراجل بتاع الانتيكات وعرض عليه الساعه، وبعد شويه رجع وقال لابوه الراجل بتاع الانتيكات عرض عليا $50,000، فايه رايك نبيعها له؟ الراجل بص لابنه وقال له لا، انا عايزك تروح المتحف وتعرض عليهم الساعه وشوف هيقولوا لك الساعه دي تسوى كام. خدها الولد تاني ونزل راح المتحف، وبعد شويه رجع لابوه وقال له الناس في المتحف جابوا خبير عشان يتمن الساعه وعرضوا عليا $2 مليون. ضحك الراجل وقال له وده درس كنت عايز اعلمه لك، ان قيمه الشيء في مكانه الصحيح، واي شيء ممكن يفقد قيمته مهما كان ثمين لو ما اتحطش في مكانه الصحيح. بس يا سيدي، وكده يبقى خلص الكلام. سلام.